السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعضينا، هنسيب بقى الطبخ والمطبخ، وهنعمل بقى وصفة تروق علينا بقى من حرارة الشمس كلها حاجات طبيعية في الوش، كولاجين طبيعي لنضارة الوش. بس قبل ما ابدأ في الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدأ بسم الله. نقول معنا ايه. انا معايا هنا معلقة نشا كبيرة، ومعايا حبة بطاطس ضرباها في الخلاط ومصفياها، بطاطساية ضرباها في الخلاط ومصفياها. ومعايا هنا لبان الدكر، عارفين لبان الدكر، نقعاه ليلة كاملة ومصفياه، ومعلقة نشا كبيرة، والليمون، زيت ليمون بيفتح ويرطب. يلا نبدأ بسم الله ونعمل الوصفة بتاعتنا. والبان الدكر كولاجين طبيعي، تفتيح وترطيب، بيعين التجاعيد والهالات السوداء والتجاعيد المبكرة. هنضيف عليه معلقة النشا الكبيرة وهنقلبه على البارد زي ما حضراتكم كده شايفين. ده كولاجين طبيعي ملوش. انا خلاص دوبت النشا المكونات بتاعتنا، هحطه على البوتاجاز يتماسك ونرجع مع بعضنا نكمل الوصفه. انا خلاص نزلت الخلطه من على البوتاجاز، هنضيف معلقه زيت ليمون. انتوا عارفين الليمون بيفتح، فيتامين سي. انتوا عارفين الليمون بيجدد نضاره البشره، بيفتحها. نخلطهم كده مع بعض، هنقلبهم. انا خلاص ضفت معلقه زيت الليمون. الخلطه ديت بنحطها على الوش من تلت ساعه لنص ساعه، تكرريها مرتين في الاسبوع وهتشوفي نتيجه هتبهركم باذن الله. نحطها بردك على الايدين، وزيت الليمون ريحته جميله جباره، ريحته تحفه بصراحه والله. حطيها كده على وشك كده، ما اقولكيش تبقى منبهره من الريحه بتاعت زيت الليمون على الوش. فوق الجبهه بتحطوها بردك عشان لغايه الرقبه تشد التجاعيد والتهورات. انا دلوقتي احطها في علبه وهحفظها في التلاجة. جربوها بس هتعجبكم قوي 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 والله العظيم. ريحه زيت الليمون تحفه. انت عارفين برضك النشا بيبيض، برضك انتوا عارفين طبعا كولاجين طبيعي ملوش وصف. انا هغسل ايدي واوريها لكم. شايفين حضراتكم بقى ايدي؟ والله العظيم ما كملت دقيقتين. بصوا ديت، بصوا دي من دي اللي انا حطيت فيها، دي اللي ما فيهاش. بصوا فرق. وبصوا الايد التانية اللي ما حطيتش عليها حاجه، بصوا وما عدتهاش، دي هي ما فيش دقيقه. متنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير ودعموني. انا كذا مره قلت لكم دعموني والله، انا بديع يا وديع. اليوتيوب بياخد مني المشاهدات والله العظيم بقالي سنه وما حققتش الشروط بتاعته. يا ريتكم تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.